المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمرض السل. مناقشة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في عنسبة. اختتام بطولة أندية كرة القدم الإريترية لعام 2024. ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو والكرملين يتوعد المنفذين. فيتو روسي صيني يسقط مشروع القرار الأمريكي لوقف النار في غزة. وكوريا الشمالية والصين تلتزمان بتعزيز العلاقات خلال محادثات بكين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم إحياء 24 من مارس اليوم العالمي للسل للمرة 26 على المستوى الوطني تحت شعار نعم يمكننا القضاء على مرض السل. وفي الحفل الذي أقيم في مستشفى أروتا الوطني المرجعي، أوضحت مسؤولة السيطرة على مرض السل الممرضة هيوات نجوسين، أوضحت أن برنامج الاحتفال يحمل مسؤولية أكبر في الجهود المبذولة للقضاء على مرض السل، ودعت إلى تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والشركاء. وقالت إن نسبة الشفاء من مرض السل في البلاد وصلت إلى 94%، مضيفة أن 34% من أفراد المجتمع المصابين تم التعرف على إصاباتهم بمتابعة الكادر الصحي في القرى، مشيدة بجهود وزارة الصحة بإدخال المعدات المخبرية الحديثة. وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور نونسو إيغوفر أن أحدث التقارير بيّنت إصابة حوالي 2.5 مليون شخص بالسل في منطقة القرن الأفريقي عام 2022، مع إجمالي 424 ألف حالة وفاة. وهذه الأرقام مؤشر إلى متطلبات تقوية الجهود المشتركة والفعالة للوقاية من المرض وللسيطرة عليه. ودعا مسؤول وحدة التواصل والتوعية والتدريب بوزارة الصحة السيد أمانويل جرماسيون الدفع بأنشطة التوعية والتواصل بين الأسر والمجتمع لدورها في أنشطة المكافحة والقيام بالتوعية في المدارس. نظمت في المناسبة مسابقة معلومات عامة للمرأة من 13 مديرية في الإقليم الأوسط، ومسابقة ومناظرة وخطاب بين 22 طالب من المدارس الثانوية. عقد اجتماع في مدينة كرن يومي 21 و22 من مارس لمناقشة تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية، وكذلك توزيع فيتامين A الجارية على مستوى البلاد. وقال رئيس برنامج التطعيم الوطني السيد تيدروس يحدقو في الاجتماع الذي نظمته وزارة الصحة وحضره فرق العمل بالمديريات إن حملات التطعيم في البلاد كانت ناجحة بفضل تفاني المهنيين والتعاون العام. وأوضح أنه ونتيجة لذلك انتقلت إريتريا من مكافحة الدرن إلى القضاء عليه. وأشار إلى أن الهدف من حملة التطعيم هذه هو منع انتشار الفيروس مع تزايد عدد الأشخاص غير المحصنين والذين يعيشون حياة الترحال في المناطق النائية. وقال أيضا إنه سيتم إعطاء اللقاح لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر إلى 5 سنوات في مناطق أسماط وهبروع التكليزان، مضيفا أن المديريات المتبقية ستحدد تلقيح أولئك الذين لم يتم تطعيمهم مسبقا. إلى جانب ذلك سيتم توزيع فيتامين ألف على الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات. وبعد مناقشة الخطة التنفيذية للحملة، أكد المشاركون استعدادهم لإنجاح الحملة. وفي ملاحظاته الختامية ذكر الدكتور هينوك ساهيا رئيس فرع الصحة في عنسبة، ذكر بدور جميع أصحاب المصلحة لزيادة نجاح الحملة، متوقعا بأن تكون الخبرة المكتسبة من وقت لآخر عاملا دافعا. هذا وقد ارتفعت نسبة تغطية التطعيم ضد الدرن في إقليم عنسبة من 53% عام 1995 إلى 100% بحلول عام 2020، ومن 51% إلى
96.9% على مستوى الوطني وفقا للتقارير الصحية. اختتمت بطولة الأندية الإريترية لعام 2024 التي انطلقت في 10 من مارس الجاري بأسمر وكرن في 24 من مارس الجاري بمباراة نهائية جمعت بين ناديي البحر الأحمر ودندن العاصمي. وقد فاز نادي دندن التابع لوزارة الدفاع على منافسه البحر الأحمر بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد أسمر الدولي ليتوج بطلا لأندية كرة القدم الإريترية لعام 2024. وقال رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم السيد باولوس والدهيمانوت إن الهدف من البطولة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين تضم 10 أندية من جميع الأقاليم ووزارة الدفاع، قال إن الهدف هو في الأساس اختبار قدرات الأندية وشكلها وتبادلها، داعيا كافة الجهات للعمل بمسؤولية من أجل تقوية كرة القدم في البلاد. وأخيرا حصل نادي دندن الفائز ببطولة الأندية الإريترية لعام 2024 حصل على الكأس الكبرى والميدالية الذهبية و100,000 نوفا، فيما حصل وصيف البطولة نادي البحر الأحمر على الكأس الوسطى والميدالية الفضية و75,000 نوفا. كما شهدت المناسبة توزيع الجوائز على أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل نادي منضبط. بطولة الأندية الإريترية لعام 2024 هي التحضير للدور الوطني لعام 2025، وستستضيف بطولة الأندية الإريترية 2024 إجمالي 24 مباراة في عام 2025 وفقا للاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم. عقدت جمعية المعلمين فرع الإقليم الأوسط مؤتمرها الثامن يوم 23 من مارس في أسمرة. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر في الكلمة الافتتاحية إن جمعية المعلمين الإريترية تعد من أكبر الجمعيات المهنية في البلاد، داعيا الجمعية لتنظيم الدورات التدريبية الرامية إلى تحسين نوعية التعليم. من جانبه دعا رئيس جمعية المعلمين فرع الإقليم الأوسط الأستاذ أفورقي جبرز جابهير المؤتمرين للقيام بتقييم دقيق حول المميزات والتحديات والجدية لتحقيق أهداف الجمعية. وبعد مناقشة تقرير الإدارة والمالية وإصدار التوصيات، انتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة تدير أنشطة الجمعية ل4 سنوات. وناشد رئيس الجمعية الوطنية للمعلمين الأستاذ سموان محاري الهيئة الإدارية المنتخبة على العمل الجاد والمسؤول. بدأت المكتبة العامة في مدينة مندفرة والتي كلف تشييدها 52,000 نقفة في تقديم الخدمات الرقمية منذ 20 من مارس. ومن المتوقع أن تحل هذه الخدمة التي أطلقتها لجنة أصدقاء الشباب تحت مظلة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أن تحل مشكلة النقص في الكتب وتلبية متطلبات الطلاب والموظفين والقراء الآخرين. وأشاد رئيس لجنة أصدقاء الشباب الأستاذ نوغوسي ولد ليبانوس برغبة الأهالي في إنجاح العمل الذي تم بالتعاون مع الشباب. ومن جانبهم قال الطلاب المستفيدون إن مساهمة المكتبة في عملية التدريس والتعلم لا ينبغي الاستهانة بها. وشكر مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبات لجنة أصدقاء الشباب على مبادرتهم الفعالة وحث الطلاب على استغلال هذه الفرصة. يشارك سكان مديرية ملقي في تنفيذ أنشطة واسعة النطاق ومدرة للدخل تتعلق بمعالجة مساقط المياه وتمهيد الأراضي الزراعية. وقال الشاب ملأكي ولد ميكائيل مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية إن الحملات المماثلة التي أجريت في الماضي كان لها تأثير إيجابي على الاستقرار البيئي وزيادة الدخل الزراعي. وقال مدير ضاحية ملقي السيد أسقدوم منغستو إن مشاركة الناس عالية جدا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في العمل حتى بلوغ الهدف المنشود. وفي الوقت نفسه تم تنفيذ حملات مماثلة للحفاظ على المياه والتربة في ضاحية حليب منتل بمديرية علا برعد منذ شهر يناير، حيث تم إصلاح 4800 متر مكعب من التربة وأكثر
من 78 كيلومترا من القنوات والطرق المتضررة. وأوضح السيد رفائيل تولدي المسؤول التنفيذي للضاحية أنه يجري إصلاح طريق ترابي بطول 7 كيلومترات من غولو إلى شاركي، ويجري إصلاح أراضي مدرسة غولو الابتدائية، كما يجري إصلاح منازل 10 عائلات من أسر الشهداء والفقراء في منطقة بوسوق. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أعلن الكرملين اعتقال 11 شخصا بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات في موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 143 شخصا ونحو 150 مصابا. وبينما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم توالت الإدانات الدولية له، فيما أكدت أوكرانيا أنها لا علاقة لها. وقال الكرملين إن جهاز الأمن الفيدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم. وقالت لجنة التحقيقات الروسية نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 143 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. وأشارت اللجنة إلى أن المشتبه بهم اعتقلوا في منطقة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية. وقال جهاز الأمن الروسي إن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني. وقال محققون إن منفذي الهجوم أشعلوا المبنى بواسطة سائل قابل للاشتعال. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ عدت موسكو أنه مسرحية تنطوي على نفاق كونه لا يضغط على إسرائيل. واقترحت الولايات المتحدة التي سبق أن استخدمت حق النقد ضد الدعوات لوقف إطلاق النار مشروع القرار الذي كان سيؤيد لأول مرة حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء 15 للمجلس، في حين رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت وفق إفادات وكالة الصحافة الفرنسية. ويربط مشروع القرار وقف إطلاق النار بالمحادثات الجارية التي تقودها قطر بدعم من الولايات المتحدة ومصر لوقف الحرب مقابل إفراج حماس عن الرهائن. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن مسؤولين كوريين شماليين وصينيين اجتمعوا هذا الأسبوع في بكين والتزموا بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، حيث تسعى بيونغ يانغ إلى توسيع مشاركتها الدبلوماسية. وفي الاجتماع الذي عقد قال وانغ هو نينغ إنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية هي خيار استراتيجي للجانبين ولن تتزعزع أبدا. والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا العام وتعهدا بتعزيز العلاقات. كما التقى كيم سونغ نام من كوريا الشمالية العضو المناوب في المكتب السياسي ومدير الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الحاكم ضمن وفد يزور الدول الآسيوية هذا الأسبوع. التقى مع ليو جيان تشاو الذي يقود هيئة الحزب الشيوعي الصيني في الصين. كشف تقرير جديد للأمم المتحدة نشر في اليوم العالمي للمياه أن ما يصل إلى 2.2 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه آمنة للشرب، بينما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.
وقال لي ليفينغ مدير قسم الأراضي والمياه في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في روما: أعتقد أن الوضع يمثل تحديا حقيقيا، ويسلط تقرير الأمم المتحدة للمياه من أجل الرخاء والسلام الضوء على أن التوترات المتزايدة حول المياه في مختلف أنحاء العالم تزيد من خطر تفاقم الصراعات والنزاعات. ومن بين البلدان الأكثر تضررا من ندرة المياه زيمبابوي التي تواجه الجفاف منذ العام الماضي. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لمرض السل. مناقشة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في عنسبة. اختتام بطولة أندية كرة القدم الإرثية لعام 2024. ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو والكرملين يتوعد المنفذين. فيتو روسي صيني يسقط مشروع القرار الأمريكي لوقف النار في غزة. وكوريا الشمالية والصين تلتزمان بتعزيز العلاقات خلال محادثات بكين. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع ودمتم في أمان الله.